والي جهة سوسماسة المحترم، السادة الحضور الكريم، أيتها الزميلات والزملاء الصحفيون، مرحبا بكم. بمداد الفخر والاعتزاز تسجل المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بالشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسوسماسة درعا وقفة تكريمية، وقفة لمحطة من محطات المغرب النضالية، ألا وهي محطة عيد الاستقلال المجيد، وما يحمله في طياته من صفحات مجيدة ومشرقة شكلتها مقاومة الملك والشعب لنيل الاستقلال، وبداية عهد جديد من النضال والكفاح لبناء مغرب جديد لا زالت مسيرته مستمرة إلى عهد الملك محمد السادس نصره الله. في بداية هذا الحفل سيدي الوالي، أيها الحضور الكريم، نبقى مع كلمة المدير الجهوي لوزارة الاتصال لجهة سوسماسة درعا. بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤولين أجمعين، أيها السيدات والسادة، السيد الغالي المحترم، أيها السيدات والسادة، إنها لمناسبة غالية وفرصة ثمينة، تلك التي تجسدها اللحظة في استحضار الذكرى 58 لعيد الاستقلال المجيد، الذي يشكل منعطفا مضيئا في تاريخ المغرب وملحمة كبرى حافلة بفصول مشرقة ودروس عميقة مستخلصة بتضحيات ودماء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقد ارتئينا أن ننهي بدلونا باقتناص هذه اللحظة من أجل استلهام ما تنطوي عليه هذه الذكرى من قيم سامية وغاية نبيلة لإذكاء روح التعبئة الشاملة ووصل الماضي التالي